هو إيه أكتر حاجة ممكن تكسر قلبك؟ الخيانة ولا الغدر من أقرب الناس ليك؟ أنا كنت متجوز من 7 سنين وبحب مراتي أكتر من نفسي. كنت بصحى من النوم أول حاجة أبص عليها وأقول الحمد لله إنها في حياتي. عمري ما فكرت أزعلها ولا أخونها. كنت بحاول أرضيها حتى لو على حساب راحتي. كنت شايفها الدنيا كلها. في يوم رجعت من الشغل بدري، الجو كان شتاء والمطر بينزل خفيف، وقلت فرصة أعمل لها مفاجأة تفرحها. عديت على محل ورد، اخترت وردها المفضل، لون أحمر غامق ومعاه شوكولاتة بتحبها. وأنا طالع البيت كنت متحمس، كل خطوة بتقربني من اللحظة اللي هشوف فيها ضحكتها. بس أول ما فتحت الباب حسيت في حاجة مش طبيعية. البيت ساكت من بره، بس في صوت خافت جاي من جوه. ركزت شوية وسمعت ضحكة مش غريبة عليا، لكنها مش موجهة لي. قلبي وقع ورجلي تقلت، حسيت اني مش قادر اتحرك، بس في نفس الوقت عايز اعرف ايه اللي بيحصل. مشيت على صوت الضحك، كل خطوة كان صوتي الداخلي بيقول لي يمكن بتكلم اختها، يمكن اي حد تاني. وقفت قدام اوضة النوم، مسكت ايد الباب وايديا كانت بتترعش. فتحت الباب ولقيتها قاعدة مع واحد غريب، كانت ماسكة ايده وبتضحك، نفس الضحكة اللي كنت انا سببها زمان. وقفت متجمد وهي وشها اتقلب، بقت بيضة وكأنها شافت حاجة ما كانتش متوقعة تشوفها. هي بدأت تقول كلام كتير بسرعة، قالت انه زميلها وبيعدي عليها يساعدها في الشغل، وان الموضوع مش زي ما انا فاكر. بس العيون ما بتكدبش، والعين اللي قدامي ما كانتش عين زوجة بريئة. ساعتها حسيت اني اتكسرت من جوه، كل لحظة حلوة عشناها اتبخرت في ثانية. مشيت من البيت وسايب ورايا ذكرى 7 سنين وحب كنت فاكر انه عمر. دلوقتي مسأل نفسي، هل في وجع اكبر من انك تدي قلبك لحد ويكسره بايده؟ قولولي يا اللي بتسمعوني دلوقتي، لو كنتوا مكاني هتسامحوا ولا عمركم ما هتغفروا الخيانة؟ اعمل لايك وفولو ومش هتندم، علشان اللي جاي احلى. سلام.